الرحمن الرحيم. النهارده انا هتكلم على رمزين مهمين جدا. لو شفناهم في المنام ده بيبقى معناه ايه؟ اللي هو رمز العقرب او التعبان في المنام. هل دايما بيبقى معناه سحر او اذى روحاني؟ في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن معنى العقرب والتعبان في المنام، وازاي هنفرق ما بين رؤية العقرب والتعبان، انه اذا كان هيشير لحسد او سحر او ان بيشير الى عدو قريب مننا. يعني هنتابع مع بعض لحد الاخر عشان هقول لكم على سر مهم في نهاية الفيديو. لو حلمت بعقرب او تعبان، اول سؤال بيجي في بالك: هل ده سحر ولا هل ده في حد بيأذيني؟ بس هل دايما المعنى كده؟ لا، خليني اوضح لك الحقيقة كاملة. العقرب في المنام غالبا بيرمز لعدو ضعيف، بس للأسف أذاه أكبر من ضعفه. يعني ممكن شخص بينقل الكلام ويعمل وقيعة ما بينك وما بين أشخاص حواليكي، ويخرب علاقات. ممكن يحاول يأذيكي بكلام سيء من غير ما أنت تاخدي بالك. فالمنام طبعا بيجيلنا رسالة عشان ننتبه ونشوف حوالينا في إيه. امتى بقى العقرب نقول ويرمز لسحر؟ لو شفتي العقرب بيجري وراكي، اولا دي بتبقى علامة ان في حد قريب منك قوي، بيكون بيركز معاكي في حياتك، بيكون عنده حسد، بيكون عنده طاقات سلبية بيصدرها لك من خلال الطاقات الروحانية. فاهماني؟ بتبقى رسالة وننتبه. طب لو شفنا التعبان، رمز مشهور جدا في عالم الرؤى والأحلام ومعظم الناس بتشوفه، وغالبا بيرمز دايما لعدو، بس أحيانا بيكون تحذير. يعني ممكن يكون عدو وممكن ربنا بعتها لنا إشارة تحذير من سحر أو حسد. لو شفنا التعبان لونه أسود أو كان في مكان ضلمة، فده بيبقى أقوى رسالة إن في إشارة بإن في وجود أذى روحاني. فاهماني؟ يعني لو لدغك، فده للأسف بيبقى معناه تأثير السحر بدأ يظهر عليكي في الواقع. لكن لو ما لدغكيش وشفتيه بس، بتبقى إشارة إنك انت تنتبهي وتركزي في اللي حواليكي وتحصني نفسك، ويكون عليكي تحصينات كاملة علشان خاطر تحمي نفسك من أي طاقة سلبية فيها سحر أو حسد. طب ازاي احنا هنفرق ما بين السحر وعداوة الاشخاص؟ هنفرق ازاي؟ لو اتكرر الحلم بنفس الرموز، يعني مثلا لو صحيتي مثلا من النوم خايفة ومش عارفة انت خايفة ليه، شفتي التعبان، وبعد كده بدأتي تشوفي رموز مهمة، مثلا زي رموز شعر، رموز عقد، رموز دم. ساعتها بقى هنبدأ نربط ما بين الرموز ديت ورؤية رؤية التعبان أو العقرب، ونربطه بالأذى الروحاني. في النهاية مش كل حلم بتعبان أو عقرب معناه سحر أو حسد، لكن لازم ان احنا نربط الرؤية بالطاقات الروحانية وحالتك النفسية. فاهماني؟ يعني مثلا نخلي بالنا ان الرؤية دايما بتلمح لنا قبل ما تصرح. اكتبي لي حلمك في التعليقات وهنفك الرموز سوا مع بعض، وان شاء الله هفسر لكم رؤيكم، واكتبوها لي اسفل الكومنت، وان شاء الله يتم تفسيرها باذن الله في اقرب وقت.